استغفر الله العظيم، 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 استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك يا حاج؟ خير يا حاجين؟ نقيتوا فيها؟ قريتوا؟ حكمنتوا قروكوا ذكر. هي زهرة طلعت كانت متجوزة قبلي، يعني جوازي منها طلع في شنك. ده بس علشان ربنا بيحبنا. ايش بدك يا حجي؟ هي عندك عصفورتين بياخدوا العقل وبيتمنوا لك السعادة، ايش بدك أكتر من هيك؟ بدي زهرة وابني يرجعوا لي يعيشوا معايا، يعششوا معايا في عش جميل. ساعتها ابقى مطمن ولا افكرش اتجوز تاني. يا مسبتي، هو انت لو معرفتش ترجع زهرة هتتجوز تاني؟ ومين قال لكم بقى ان انا مش هقدر ارجع زهرة؟ طول ما في هنا مخ وفي فلوس زهرة هترجع، يعني هترجع. بعدين انتوا اغبياء مش عارفين مصلحتكم. زهرة دي صمام الامان ليكم، طول ما هي عايشة معايا مش هفكر اتجوز تاني. شفتي يا اختي؟ الصمام الامان قال. يغزي العين حظنا بيفلق الصخر. على فكرة يا حليمة، ليكي عندي خبر هيبسطك. يا سلام، مش معنى هي بس اللي هتقول لها خبر يبسطها؟ وانت مالك انت؟ وانت ليك اخ كان ميت وطلع عايش. شو عم تحكي يا حجي؟ اخوك المرحوم ماجد طلع مش مرحوم ولا حاجة، طلع عايش. عايش؟ عم تحكي عن جد يا حجي؟ ايه، عم بحكي عن جد. يعني الراجل اللي انت شفتيه ده فعلا اخوك، والست اللي انت شفتيها تبقى مراته. يعني طلع عايش وكمان متجوز؟ طلع زهرة. الو. ايه فوزي؟ عملتي ايه؟ قابلت اخوكي؟ مش عارف يا زهر، انا كلام اخوكي ده مش مستريح له، وحاسس كده ان هو استلم الاعلان مكانك ومضى امضتك. جلال وعدني انه هيوريني صورة الاعلان وامضتك عليه. لو طلعت مش امضتك هيبقى انت كده ما عندكيش علم وتبقي حسنة النية. طب افرض بقى الامضه اللي على الورق ديت تلاقوها شبه امضتي، هتطعن بالتزوير؟ والطعن ده هياخد قد ايه؟ يا نهار اسود يا فوزي، هو انا هقضي حياتي كلها في المحاكم؟ انا بجد زهقت وتعبت. ماشي يا فوزي، ماشي خلاص، مع السلامه. ماجد، تتغدى هنا ولا جوه؟ ماجد، كنت بتقولي ايه؟ ما خدتش بالي. بقول لك تتغدى هنا ولا جوه؟ جوه. 10 دقايق والاكل يكون جاهز. يا ترى يا نوال انت مين؟ وايه اللي انت مخبيه عني؟ ايه سبب الخوف اللي انت عايشاه ومعيشاني فيه؟ وليه عايزة تبعديني عن الشخص الوحيد اللي ربطني بحقيقتي وبالماضي؟ ليه التخفي والسفر والهروب اللي ملهوش نهاية؟ يا ريت أقدر أواجهك بشكوكي، يا ريت أقدر أعرف منك حاجة، لكن ما أقدرش. أنا من غيرك هروح فين والمين؟ هرجع تاني للضياع اللي كنت فيه. يا ماجد، مفيش حل قدامك إلا الصبر. الصبر. حسبي الله ونعم الوكيل.
اهلا وسهلا يا جلال. وحشاني يا أهلاً حماتي، وسهلاً. وحشاني. ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله، احنا بنصغر وبنحلو، بقينا زي القمر اهو. بسم الله ما شاء اهلا الله. وسهلا. اهلا. اتفضل يا جلال. ايه الغيبه الطويله دي؟ ما انت عارفه بقى يا حماتي، اكل العيش. وبعدين انا ما عملتش كل ده الا عشان خاطر عيون زهره حبيبتي. طب وزهره مالها ومال سفرك؟ مالها ازاي يا حماتي؟ انا قلت ان زهره دي لازم تعيش عيشه البرنسيسات، يعني لازم تلبس احلى لبس وتسكن في احلى بيت وتركب احسن عربيه. لازمته ايه يا ابني الكلام ده دلوقتي؟ انت مش طلقتها قبل ما تسافر؟ يا دي طلقتها، ما قلنا يا حماتي زلة لسان وغلطة، وأنا صلحتها ورديتها وقلت الكلام ده 100 مرة. أنا مش فاهم انتوا ليه كلكم مصرين إن أنا مطلقها؟ مين كلكوا دي؟ أنت وخليل والمحامي المبعجر بتاعها ده. ما هو ده يا ابني اللي حصل. برضه هتقول لي ده اللي حصل؟ أمال إزاي الإعلان بتاعي وصل لكم ورجع لي وعليه إمضتها؟ يعني عرفت؟ حماتي تعملي فيها معروف وتقولي لي هي فين، بس انت ما عندكيش فكره يا وحشاني قد ايه. هي مين؟ زهره مراتي. هي مش موجوده. راحت فين؟ خرجت. وماله، نستناها، احنا ورانا ايه؟ بس على فكره يا حماتي، البيت ده حلو قوي. هو بيتها؟ امال عايشين فيه ازاي؟ اصله شكله غالي قوي. هي دفعت فيه كام؟ مش فاكره. انت مش ملاحظه يا حماتي ان انا من ساعه ما جيت وانت ما فكرتيش تعزميني على حاجه؟ عايز ايه؟ يا ستي عاوز سلامتك، خليها بعدين. انا دلوقتي تعبان وبفكر اطلع ارتاح فوق شويه. تطلع فوق فين؟ في اوضه النوم. هو مش فوق اوضه النوم؟ انت اتجننت؟ اقعد هنا. البيت ملوش حرمه ولا ايه؟ حرمه ايه يا حماتي؟ بس بيت مراتي، يعني بيتي، عن اذنك. تعالى هنا، تعالى. يا فاطمه. اسمك ايه؟ ماجد. ماجد. الله، اسمك حلو قوي يا ماجد. تلعب بايه؟ عربية. عربيه. حلوه العربيه دي، والعربيه دي حلوه قوي. نلعب. اهلا. ايه اللي بتعمله ده؟ اسمك ايه؟ ايه؟ مروان. طب علي صوتك. اسمك ايه؟ مروان. ايوه برافو مروان. بتعمل ايه؟ ايه؟ بتعمل ايه؟ ولا. تلعب بايه؟ والقطر ده حلو قوي القطر ده، بس انت مكسره كده ليه؟ اصلحه لك؟ طيب هشوف حاجه كده واجي اصلح لك القطر. ماجد ومروان جابتهم امتى دول؟ طب ده جناح الأطفال، يبقى جناح الهنا هنا. نشوف جناح الهنا.
الغريبه دي؟ ده بدل ما تقولي لي الحمد لله على السلامه. انت ازاي تسمح لنفسك تخش عليا كده الاوضه؟ هو في راجل في الدنيا يستأذن من حد عشان يدخل على مراته وهي نايمه؟ هتفكريني ايه؟ فطرك ايه؟ انا هصفحك السم الهادي. قوم بره احسن ودينا اطلبك للبوليس. لا 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 لا، ما احبش كده. ما تدخليش فيها الدخله دي لحسن انا قلبي رهيف، ها؟ وما بستحملش حد يزعلني. انت عايز ايه يا راجل انت؟ عايز ايه؟ ده سؤال غلط. يعني راجل مسافر بقاله سنين ورجع لمراته اللي كانت وحشاه وتسأله السؤال السخيف ده، عايز ايه؟ طبعا من فضلك انزل دلوقتي. اروح فين يعني؟ انزل تحت هغير هدومي وهنزلك عشان نتفاهم. لا طب ما نتفاهم هنا احسن، يعني مش بيقولوا خير البر عاجله. استاذ جلال، استاذ جلال من فضلك لو سمحت انزل هغير هدومي وهنزل اتفاهم معاك. انا بقيت الاستاذ جلال دلوقتي؟ بقيت الاستاذ جلال؟ امال فين جلجل؟ فين حبيبي؟ هي الغربة بتعمل كده في الناس. على كل حال انا هنزل استناكي تحت وهريحك زي ما انت عايزه، بس ما تتاخريش عليا. بس بالمناسبة انت طبخلنا ايه يا زهرتي؟ مالك يا امي اللي حصلت فيكي حاجه؟ اللي بيسمى اللي اسمه جلال عايز يطلع لك فوق اوضه النوم، وانا قمت كده بسرعه عشان احوشه، رجلي اتلوت. معلش يا امي. ليه نشك في قلبه؟ تعالي اقعدي في السرير. طب مش وشك ده. معلش ابعت اجيب لك الدكتور دلوقتي. يا حبيبتي انا عارفه البلاوي دي بتتحدف عليا بس منين؟ طب وانت عملتي ايه معاه؟ صحيت من النوم لقيته قاعد جنبي في السرير، تصوري. يا نهار اسود، ايه الجراءه دي؟ ما كلمتيش البوليس يجي ياخده ليه؟ البوليس ايه بس؟ هو عمال يحلف لي ان انا لسه على ذمته. الله، طلع لنا فين ده؟ طلع منين عفريت العلبه؟ انا عارفه وبجح كمان وعينيه تدب فيها رصاصه. عارفه الواد فريد جنبيه ايه؟ بونبونيه. هو فين دلوقتي؟ قاعد تحت. قال ايه؟ عايز يتغدى. طبعا فاكر نفسه قاعد في تكيت ابوه. انا من رايي بقى ابعتي جيبي فوزي يجي معاكي يفضل هنا، ما تبقيش لوحدك مع الانطاجي ده. ماشي يا عم، هطفحه لحد ما فوزي يجي. الله، تسلم لي ايديك يا حبيبتي. بقالي سنين ما اكلتش اكله حلوه من ايديك. مش انا اللي طبخه، امي هي اللي طبخه. وماله؟ تعرفي ان هي نفسها حلوه قوي في الاكل زي نفسي بالظبط. عشان كده قلقتها على وشها ورجلها كانت هتتكسر. لا لا ما تقوليش كده يا زهره، انا ما جيتش ناحيتها، دي اللي جرت ورايا عشان تمنعني ان انا ادخل عليكي. طب بذمتك في حد في الدنيا يمنع راجل ان هو يدخل على مراته يعني في اوضتها؟ مراته ايه؟ انا مش فاهمه انت ليه غاوي ومصر ان انا على ذمتك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه يا زهره؟ هو انا هكدب عليك بحاجه زي دي؟ خلاص يا ستي، الميه تكدب الغطاس. انا هجيب لك الاعلان اللي المحضر سلمك صوره منه. انت رايحه فين؟ وامري لي بكوبايه شاي سخون تقيله 5 معالق سكر. 5 معالق سكر؟ ليه؟ هتسقي فيها؟ حلوه حلوه. تعرفي ان انت لسه دمك خفيف قوي؟ انت فين يا زفت الطين؟ تعالى خلصني من المصيبه اللي انا فيها دي. بقول لك يا زهره، ما تفتحيش معاه اي مواضيع ولا تتكلمي معاه في حاجه لحد ما اوصل. اشغليه باي حاجه. كويس انه اتغدى، حطي له حاجات حلوه بقى كده اشغليه بيها لحد ما اوصل لك. ما تقلقيش، كلها 10 دقايق واكون عندك. يلا مع السلامه على طول اهو. ايه؟ انت مستنيه حد ولا ايه؟ المحامي بتاعي. الجدع الرخم المبعجر ده، انا مش فاهم ايه لازمته. كل الحلويات اللي قدامك وانت ساكت. انا اكلت، انا كده 100 100. التانك جميل. وبعدين انا متعود ان انا بعد الغداء اريح ساعتين. تيجي نطلع فوق نريح. انت فاكر نفسك داخل لوكاندا؟ لا يا حبيبتي، انا داخل بيتي. بأمارة ايه بيتك؟ بأمارة ان انت مراتي واي حاجه تملكيها تبقى ملكي. ده انت راجع من الخليج ايه؟ مستنصح
قوي. طب ما انت عارفاني يا زهره. ما انت عارفه جوزك. انا عارفه ان انا طول عمري ناصح. وبعدين المساله دي مش جديده عليك يعني. يظهر المبعجر وصل. بقول لك ايه، لم لسانك معايا، انا مش عايزه مشاكل. انا برضو بتاع مشاكل يا زهره. طب ده انا حتى ما بكرهش حاجه في الدنيا قد المشاكل. اهلا يا فوزي. السلام عليكم. عليكم السلام يا باشمتر. يا اخ جلال، ايه اللي جابك هنا؟ احنا مش اتفقنا ان كل حاجه والاتصالات تبقى عن طريقي؟ يا راجل اقعد خد نفسك شويه بدل ما انت داخل فاتح صدرك وحامي قوي كده. تخيل يا فوزي، تخيل من قله ادبه اصحى من النوم الاقيه نايم جنبي في السرير. لا يا اخ جلال، المشاكل اللي من النوع ده ما تنفعش معانا احنا خالص. وانت لحد دلوقتي في وجهه نظرنا مجرد زوج سابق لحد ما تجيب الورق اللي تثبت بيه الكلام اللي انت بتقوله. وبعدين دي الاصول يا استاذ جلال، ولا السفر نساك الاصول ولا ايه؟ خلاص يا سيدي انت هتعمل لي محاضره وتفتح لي جعورتك اللي تشوفوه. احنا مش عايزين نشوف منك حاجه غير الورقه اللي تثبت بيها ان كلامك ده حقيقي. يا سلام، انا مستعد دلوقتي يا اخويا اروح اجيب لكم الورقه اللي تثبت ان كلامي ده حقيقي. اول مره اجيب شنطه هدومي عشان نكمل بقى بقيه حياتنا هنا. لا، الموضوع ده تنساه تماما. انا كل اللي اعرفه اني مشيت من بورسعيد وانا متطلقه منك. جرالك يا زهره، ما قلت لك اني رديتك ومعايا ورقه بامضتك، ولا احنا اللي بنقوله هنعيده؟ والله العظيم لا استلمت منك ورق ولا مضيت على حاجه. خلاص يا حاجه زهره، احنا كل اللي بيننا وبينه الاعلان وعليه توقيع. الله الله، ده انت بقيتي بركه، بقى اسمك الحاجه زهره. ده انت ربنا فتحها عليك من واسع. بص يا استاذ جلال، مش معنى ان انت تجيب لنا ورقه عليها امضه تبقى بتاعتها. اديك سامع اهي بتقول لك ما مضتش على حاجه، يعني الموضوع فيه تزوير وهنوصله للنيابه. وماله يا سيدي، انت هتخوفني. نيابه نيابه، ان شاء الله توصل حتى للفيفا. طب من فضلك يا جلال بعد اذنك بقى عشان انا عندي شغل دلوقتي. الله 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 الله، انت بتطرديني بالذوق يا حاجه زهره؟ لا خالص يا سمح الله، بس انا بتهيالي قمت معاك بالواجب والزياده. يا ستي اذا كان على الواجب كتر خيرك، لكن معلش ملحوقه. احنا على كل حال ميعادنا بكره ان شاء الله، مش كده؟ بكره تحبي الساعه 6 الصبح؟ ليه 6 الصبح؟ جاي تبيع لي لبن؟ انا ست شقيانه لازم استريح وانام. 6 الصبح ايه يا عم حسين الجسمي؟ خليها الساعه 8 بالليل، محدش فضيلك. وايه المواعيد بتاعت الظلام الدامس ده؟ بقول لك ايه، ما تيجوا نخلي الميعاد عندي في الاوتيل، وبالمره تجهزي شنطتك، جيبي كام طقم كده يحسسوني بالدفى زي زمان. اهو نقضي كام يوم، يعني شهر عسل جديد يا بيت. شهر عسل جديد يا بيت؟ انا مش فاهمه انت شاغل نفسك بالشنطه اللي رايح جاي بيها دي. انسى. لسه بدري يا استاذ، لسه بدري قوي. في تحقيقات ونيابه وشهر عقاري وطب شرعي اوه انت لبا خلاص. وخبير خطوط كمان يا استاذ. وماله يا سيدي، هتاخد لها ايه الحكايه دي؟ شهر شهرين 3 مش مشكله ابدا يا متر، كاني مسافر ولسه ما رجعتش. ان شاء الله مش هترجع. جمعا ان شاء الله. انست وشرفت يا استاذ. يعني انت مالك؟ انت مين؟ انت ايه؟ انت ليه يعني تقول لي انست وشرفت؟ انت مين؟ خلاص يا عم، لا انست ولا شرفت، اتكل على الله بقى، مع السلامه. لا ده انت مصر تبقى قليل الادب وصليت اللسان، ده انت ما تربيتش دقيقه واحده. انت مالك انت؟ ده كان بيت ابوك. واضح ان انت الكرافته دي بقى غرتك فيا، ممكن ابقى بلطجي في ثانيه واحده. البيت بيت انا، شرفت وانست. انا مش عارفه يا زهره يا بنتي، ازاي كنت مستحمله الجدع ده؟ ثقيل قوي. اعمل ايه بقى ياما؟ اسمتي. انت شايف ايه بقى يا استاذ فوزي؟ والله يا ماما انا مش مطمن. مش مطمن ليه؟ انا قلت لك والله العظيم ما مضيت على حاجه. بس ده مال ايديه قوي من كلامه يا زهره، وده دليل على ان حد قلد امضتك بالظبط. ربنا يأذي اللي عمل فينا العمله السوداء دي. بس ياك اللي اسمه فريد ده ما يزودش البله طينه ويروح يبلغ في النيابه هو كمان. انت يا بنتي ذنبك ايه في ده كله؟ ذنبها ان احنا ماشيين اكتر على القانون يا حاجه، لكن مشاكل الجواز دي المفروض اللي يحكمها الشرع بس، زي قوانين الورث والحاجات دي حد يقدر يقوم ناحيتها، لكن قوانين الاحوال الشخصيه دي بقى لازم تتلغي، واللي يمشي اللي تقول عليه الشريعه الاسلاميه. طب انا اعمل ايه مع اللي اسمه فريد ده دلوقتي؟ ده عايز يا اما يشاركني يا اما يبلغ عني ويدخلني السجن. ولا يهمك، اذا طلع كلام اللي اسمه جلال ده في شنك ما تشيليش هم للموضوع ده خالص ولا اكنه حصل. طب وماجد؟ انت نسيت ماجد يا فوزي؟ انا مش عارفه لو رجعت له الذاكره ممكن يعمل معايا ايه.
عرفت هتعمل ايه بكره ان شاء الله؟ طبعا يا حاج، هاخد مدام حليمه واسافر بيها اسكندريه عشان تشوف اخوها. بس ما تتاخروش، تخليها تشوفه وترجعوا على طول. حاضر يا حاج. هو سعادتك اديت خبر لنوال؟ لا لا لا، ايه الغشوميه بتاعتك دي؟ ادي خبر لنوال ازاي؟ انا لو قلت لها جايز تخليه ما يشوفش اخته. دي بنت لئيمه انا عارفها كويس. تمام تمام يا حاج. بقول لك ايه، خلي الواد خليل يعدي عليها بكره ضروري. عايزه في حاجه يا حاج؟ انت مالك يا اخي؟ انت كل حاجه تحشر مناخيرك فيها. انت تعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكت. حاضر يا حاج. اي امر تانية؟ شو هالعز ها؟ كله من خير الحاج فرج، هو اللي جايب لها الفيلا دي عشان اخوك اسم النبي حرص وصايم. ده يظهر مفيش حد جوه ولا ايه؟ ليكونوا نايمين. مش وقت نوم يا حاج، هو ده وقت نوم؟ طيب لا تكون انت غلطان بالعنوان. بقول لك الفيلا جايبها الحاج فرج وانا اللي جايبها له، ابقى ازاي غلطت في العنوان؟ اهي الست نوال جات اهي. ازيك يا استاذ منتصر؟ اهلا يا ست نوال. الحاجه حليمه مرات الحاج فرج. اهلا وسهلا. اهلين فيكي. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي حضرتك. اتفضلوا. الله يزيد فضلك. اتفضلوا اتفضلوا. يا رب يا ساتر. اتفضلوا. شكرا. خير يا استاذ منتصر؟ الحقيقه يا ست حليمه عرفت ان ماجد اخوها لسه عايش، فحبت تشوفه. ايه الله يخليكي، انا راح جن، راح روح على العصفوريه اذا ما شفته لماجد. الحاج عارف؟ ايه بيعرف، وهو اللي بعتني مع الاستاذ منتصر مشان اشوف اخي ماجد. غريبه، رغم انه ما كانش عايز حد يعرف. ايوه بس ده كان قبل ما يحصل اللي حصل. ايه اللي حصل؟ جوز الست زهره الاولاني ظهر. جلال؟ ايوه جلال. وبظهوره بقى يبقى جوازات الست زهره كلها اللي بعد جلال تعتبر بطله. بس اللي انا اعرفه ان جلال مطلق زهره من ايام بورسعيد. ومن حسن الحظ انه رجعها. يبقى اكيد غيابي بقى، لان زهره قالت لي كلام غير كده خالص. هو الحقيقه محدش متاكد من حقيقه الموضوع ده، لان خليل اخو زهره بيقول ان جلال ده معاه صوره من اعلان زهره بردها، وزهره ماضيه عليه بالاستلام والعلم كمان. معنى كده ان مشكله الحاج ما بقتش مع ماجد وفريد، بقت مع جلال. بالظبط كده. وانت يا ست حليمه عايزه تشوفي ماجد؟ يا ريت. الحاج قال لي انك شفتينا مع بعض قبل كده. ايه انا شفتكم. بصراحه يا ست حليمه انا خايفه من الموضوع ده. ومن شو خايفه حبيبتي؟ انت اصلك ما تعرفيش انا بحب ماجد قد ايه، وما صدقت اتجوزه. خايفه لو شافك ترجع له الذاكره. يا ريت. يا ريت ايه؟ يا ريت ترجع له الذاكره ويتذكرني. معنى كده ان هو هيسيبني ويرجع لزهره. انت ما بتريدي له الخير. الخير اللي بريده ان ماجد يفضل جنبي انا. وانا حبيبتي شو بدي ساوي؟ والله رح اجن اذا ما شفته لاخي. انا ما الي لا اخت ولا اخ بهالدنيا غيره هو، وانا والحجي اللي ربيناه من بعد ما ماتوا امي وابي. طب انت ممكن لما تشوفيه ما تقولوش انك اخته. وليش حبيبتي حتى ما قال له؟ علشان ما يتاثرش. الدكتور قال ان هو لو شاف اي حد يفكره بماضيه ممكن ينهار. ان شاء الله بعيد الشر عنه، بس يا رب يتذكرني. انا كمان عايزاه يتذكر، بس صدقيني واحده واحده، علشان يفضل عارف ان انا مراته، وعشان ما يضيعش ما بين حياته القديمه اللي عاشها وما بين حياته الجديده. صدقيني يا ست حليمه، ماجد لو رجعت له الذاكره فجاه هيتدمر.
ما بيتهيأليش يا ست نوال اللي بتقوليه ده ممكن يحصل، لأن المعلومات اللي عندي عن فقدان الذاكرة إن الشخص اللي بيفقد الذاكرة ده وبترجع له الفترة اللي كان فاقد فيها الذاكرة دي بتتلغي تقريبا من حياته، بتعتبر منسية. الخوف بقى إن الكابتن ماجد لما ترجع له الذاكرة ويلاقيكي جنبه يسأل إيه اللي جابني عندها أو إيه اللي جابها عندي، صح؟ بصراحة هو ده اللي أنا خايفة منه. انتوا ما تعرفوش أنا بحب ماجد قد إيه. أنا ما أقدرش أتخيل نفسي أعيش من غيره. صدقيني أنا ممكن أموت. ان شاء الله بعيد الشر عنك تقبري قلبي. ماجد وصل، أبوس إيدك ما تقوليش إنك أخت. لا لا، ما رح له ما رح له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة حبيبي. أستاذ عبد التواب زميلي في الشركة، مدام سلمى مراته. اهلا وسهلا، فرصه سعيده. أهلا أهلا يا أستاذ ماجد. اهلين استاذ ماجد. واضح من لهجه حضرتك انك مش مصريه. من سوريا يا حبيبي. انا من حلب. الحلب؟ انا متهيألي ان انا شفتك قبل كده. وين شفتني؟ مش فاكر بس انا حاسس. لا انا متاكد ان انا شفتك قبل كده. هتكون شفتها فين بس يا حبيبي؟ على العموم أنا مراتي يعني ما خرجتش من حلب خالص، أنا اتجوزتها في حلب وجبتها على اسكندرية على طول، يعني ما راحتش أي حتة تانية. طب اتفضلوا نقعد، يعني مش معقول نفضل واقفين. اتفضلوا اتفضلوا. انا كمان من سوريا. من وين من سوريا؟ الحقيقه انا مش فاكر، اصل انا حصلت عندي شويه مشاكل، لكن مراتي نوال قالت لي ان انا كنت عايش هنا في مصر بقالي مده طويله. وكمان الاستاذ انا بيتهيألي ان انا شفتك قبل كده. انا ممكن يعني، لان انا اصل الصراحه انا بتنقل كتير، يعني ممكن تكون شفتني في حلب او في القاهره او في اي حته تانية. والله. على العموم اهلا وسهلا. طب يا مدام سلمى، كونك من سوريا ممكن تساعديني اعرف عن نفسي شويه تفاصيل هناك؟ سوريا بلد كبيرة قوي يا حبيبي، وبعدين مدام سلمى عايشة هنا طول عمرها، مش كده يا مدام؟ ايه بلا، سوريا كبيرة كتير ومحافظاتها كتيرة، يمكن حضرتك من غير محافظة. عندك حق. أنا متأسف، أصل الغريق بيتعلق في قشاية. كده برضه يا حبيبي؟ تبقى عايش مع مراتك حبيبتك وتقول على نفسك غريب؟ لا أنا ما أقصدكيش أنت يا نوال. طيب يا جماعة أنا هقوم أجهز لكم الغدا. لا معلش مش هينفع. لا إزاي بقى؟ إحنا ميعاد غدا لازم نتغدى سوا. لا معلش، مرة تانية إن شاء الله. سامحونا، أصل إحنا الحقيقة مرتبطين، يعني معزومين على الغدا عند ناس أصحابنا. يلا. ضروري نشوفكم مرة تانية يا جماعة. إن شاء الله. أكيد هنشوفك مرة تانية يا كابتن ماجد. بإذن الله. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي، نشوف وشكم بخير إن شاء الله. يلا يا مدام، اتفضلي اتفضلي. يلا. السلام عليكم. أنستم وشرفتم، اتفضلوا. يلا حبيبي قوم غير هدومك عشان اجهز لك الغدا. أنا متأكد إن أنا شفت الناس دول قبل كده. اكيد شفتهم يا حبيبي عندي في الشركه. شركة إيه يا نوال؟ ده أنا حتى ما رحتلكيش الشركة، أنا كنت باخدك من قدام الشركة. يبقى شفتهم وهم خارجين مع الموظفين. جايز. لا مش جايز، ده اكيد. انا هقوم اجهز لك الغدا.
عندك دليل على اتهامك لزوجتك السيدة زهرة على الله مرزوق بتعدد الأزواج؟ حضرتك ممكن تشد الازواج لحد هنا وتسالهم بمعرفتك، واذا انا طلعت بكذب يبقوا يسجنوني بتهمه ازعاج السلطات او البلاغ الكاذب. ده انت مذاكر قانون بقى. وغلاوه الحكومه عندي انا واثق من كل كلمه بقولها. في حالة استدعائهم هي دي أساميهم وعناوينهم اللي موجودة في البلاغ؟ اه يا باشا، وارقام الموبايل كمان، بس الحقيقه في فرده ناقصه. البركه فيكم بقى. أمرنا نحن رئيس النيابة باستدعاء الآتي أسمائهم للتحقيق. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده استدعاء من عبد الحميد بيه ابراهيم رئيس النيابه. خير في ايه؟ كل اللي اعرفه ان في واحد مقدم بلاغ في ست حرامكم. حرمي انا؟ مين فيهم؟ هو حضرتك متجوز كام واحده؟ واللي انا اعرفه ان البلاغ بتعدد الازواج مش تعدد الزوجات. يبقى عملها فريد. طب ليه كده يا فريد؟ ما احنا كنا هنحلها من غير نيابة ولا محاكم. ماشي يا فريد. استدعى بخصوص ايه؟ طب انا هعدي بكره على النيابه واشوف ايه الموضوع بالظبط. لا يا حاج انت مش متهم، انت هتكون شاهد او مجني عليك. لا اطمن يا حاج، اطمن. مع السلامه. مالك يا زهره في ايه؟ خضتيني. في اخبار زي الزفت يا حمزاوي بيه. ايه اللي حصل؟ شفت اللي عمله قريبك فريد؟ قريبي ولا جوزك؟ المهم عرفت. في مصيبه تانية. كنت زمان متجوزه واحد وكنت فاكره ان انا اتطلقت منه. راجع دلوقتي بيقول ان هو ردني وانا ما اعرفش. والمعلومه دي كمان انا عرفتها. عرفتها منين؟ سبق وقلت لك ما تساليش السؤال ده قبل كده يا زهره. ايوه، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انت ما فيش قدامك غير حل واحد. ايه هو الحل؟ انك تسيبي البلد. تقصد اهرب؟ بلاش الكلمه دي وحياتك. انت هتسافري معززه مكرمه. هسافر اروح فين؟ تسافري اي بلد ما يكونش في بيننا وبينها اتفاقيه تسليم ناس عليهم قضايا. وحالي وفلوسي واهلي. انت لازم تصفي كل حاجه. انا جالي استدعاء من النيابه عشان مساله تعدد الازواج. واستلمتيه؟ انا قلت لك في التليفون ما كنتش موجوده. حتى امي ما رضتش تمضي عليه. كويس قوي، عشان لو حبوا يستدعوكي تاني اي حد يقول لهم انك مسافره وعندك شغل. وانا بقى هتهبب اروح فين؟ ايوه، تسافري فين؟ تسافري فين؟ انت لازم تسافري بلد يكون فيها ناس هربوا قبل منك عشان يساعدوكي. بس تسافري فين؟ تسافري فين؟ انجلترا يا فوزي. انجلترا مرة واحدة؟ بس كده انت هتبعدي عنا قوي يا زهر. حمزاوي بيه بيقول لي ان دي امن بلد ليا وان في ناس كتير هربانه هناك. بس هتهربي ازاي ولا هيخرجوك ازاي يعني وانت طويلة كده؟ حمزاوي بيه بيقول لي من ناحيتي ما تشيليش هم خالص. هو حمزاوي ده بيشتغل ايه بالظبط يا زهرة؟ ما يكونش متعهد تهريب رجال الأعمال إلى خارج الوطن؟ احنا فاضل لنا قد ايه من القروض اللي احنا واخدينها من البنوك؟ 200 مليون جنيه. حلوين، حولهم لي كلهم على حسابي بره. حولهم لك كلهم ازاي بس يا زهرة؟ ده كده هتبقى خبطة كبيرة قوي. ولا كبيرة ولا حاجة. المهم انا بعد ما اسافر عايزاك تصفي كل اللي تقدر عليه وتحصلني على هناك. توصلي بالسلامة إن شاء الله. وهتاخدي مين معاكي؟ الولاد بس. طب وأمك؟ ما انت عارفها يا فوزي، مش عايزة تسافر. انا هقعدها هنا معززة مكرمة وهسيب لها كل الفلوس اللي تحتاجها. فلوس إيه يا زهرة؟ أنا خايف عليها من أخوكي، ما أنت عارفة دماغه ممكن تلسع منه كده ولا كده، هيقلبها في القرشين اللي أنت هتسيبهم لها. امي؟ انت نسيت امي يا فوزي ولا ايه؟ امي عند الفلوس محدش عارف ياخد منها مليم، تقرقشه بسنانها. طب وهتعملي إيه في موضوع جلال؟